اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطي لايك واشتراك للقناة، ويلا بينا نعمل احلى كشري في حلة واحدة. انما ايه يجنن. بصوا يا جماعة الكشري عامل ازاي، بصوا. ولا معجن ولا مش عارفة عامل ايه، والرزية اهي بوحدتها، والشعرية اهي بوحدتها، والعدس بجبة بقى مش مسلوق. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط دقتنا ونحط شطتنا. ويلا بقى لعشاق الكشري اللي بتحب الأكلة الحلوة دي، تيجي هنا تجمع بقى وتخش معايا على المطبخ. يلا بينا. مبدئيا كده جبت بصلتين كبار كده عشان هعملهم احمرهم. ده البصل اللي هيتحمر اللي هيبقى على وش الكشري. طبعا للناس اللي بتحب الكشري وبتحب الاكله الجامده دي، هي دي اللي هتبقى ايه مغرمه بالاكله دي. كلنا دايما متعودين نعمل الكشري في كذا حله. بس انا بقى النهارده جايه لكم بقى انا عملت الفيديو ده قبل كده على القناه، ان انا اعمله في حله واحده بس. ده كان قديم شويه، فيديو من حوالي سنة تقريبا. بصوا بقى، انا عندي كبة فيها الشريحة اللي هو السكينة اللي هي بتاعت الشرايح اللي بتعمل البطاطس وبتعمل الجزر والخيار شرايح والحاجات دي كلها. طبعا انتي لو ما عندكيش عادي ممكن على ايدك تعمليها، مفيش اي مشكلة. انا بس بقول لكم المتوفر عندي. انا كان عندي الكبة دي وفيها السلاح اللي هو بتاع الشرايح ده، فسهلت على نفسي يعني. مفيش مشكلة لما نسهل على نفسنا. لكن طبعا لو ما عندكيش سلاح السكينة ده، مفيش اي مشكلة، تقدري تعملي على السكينة على ايدك بالراحة، واحدة واحدة لو انت متعودة طبعا عليها. وممكن تعمليه في برضو بتبقى المبشرة الكبيرة بتاعت البصل، بتبقى فيه في الجنب من ورا كده فيها الشرايح اللي بتقطع البصل وبتقطع الشيبس البطاطس. تقدري برضو تستعمليها وتعملي بيها نفس الشرايح بتاعت اللي انا هعملها دلوقتي معاكم. المهم اللي عندك سهلي على نفسك واعملي باللي يعجبك واللي يرضيكي. تمام. المهم طبعا انا هنا خفت ان انا اعمل كده الاقي ايدي اتقطعت بالسكينه ولا اتعورت، فقلت لا على ايه بقى، طب ما انا اجيب البتاع بتاعها ده، اللي هو ده حاجه كده بتزق البصل لجوه لتحت يعني. بصوا عملت البصل ازاي جميل ازاي وحلو. المهم تعالوا بقى نعمل ايه. الطماطم بتاعت الكشري. انا جبت كده طماطمتين كبار حلوين كده يملوا العين. هقول لكم ليه انا عملت كده. 4 طماطمات اهم كبار حلوين فيهم لحم كده ومليانين ميه، بس بصراحه ما كانوش حمر. فانا كده كده هحط معلقه صلصه او معلقتين صلصه كبار. وحطيت في الخلطه دي، حطيت نص القرن المحترم دوت كده عشان يظبط لي الدنيا كده ويعمل الريحه اللي انتي بتشوفيها في محلات الكشري. وكمان حطيت فص توم، وهحط كده بق ميه صغير. وهعمل بقى احلى طماطم بتاعه دقه الكشري. ياه. بصوا، ولا الريحة يا جماعة مش قادرة اقول لكم الريحة كانت عاملة ازاي. بجد هتنبهروا بيها. كل اللي بيحب الكشري يعمل الطريقة الحلوة اللي انا بقول لكم عليها دي، وانتوا هتعجبكم مش هتبطلوا عمايل كشري. تمام. اول حاجه بصراحه علب الكشري بقت في اسعارها فظيعه قوي، ليه مش عارفه. مع انه في الاخر يعني ده رز ومكرونه، يعني يا جماعه انتوا مبالغين قوي في علب الكشري يعني. ليه يعني العلبه ب30 و25 جنيه ليه؟ يعني انا لو عندي عيله ونفسها تاكل كشري اصرف لي 200 300 جنيه؟ ده حرام. طب ما انا اهو اروح اعملها اهو بمنتهى السهوله وفي حله واحده واسهل على نفسي. ده ايه ده؟ بجد الاسعار بقت غاليه قوي بصراحه. المهم سيبكوا بقى من الكلام ده كله، احنا مش هنجيبه من بره تاني. اول حاجة عشان النظافة كمان، سيبك بقى من اي حاجة. معلش انا اسفة بس جالي تليفون. المهم جبت بقى انا حلة هنا فيها حبة زيت، وفيها فيها حبة زيت محترمين يعني شوية كده، لان انا بس مش هاخد الزيت بس للتحمير البصل، لا، انا كمان هعمل بيه الطماطم اللي هي صلصة الكشري. بصوا بقى، قبل ما ابدا في اي حاجه، جبت حله كده عندي وفيها العدس بتاعي بعد ما نقيته كويس وغسلته، حبه ميه سخنين وسبته منقوع فيهم ميه بتغلي بس. انا مش هسلقه، انا هنقعه بس. تمام تمام. المهم جبت بقى الحله بتاعتي اللي هناك دي الصغيره اللي هي اللي فيها البصل دي، حطيت الزيت وسبت البصل كده، حطيت له بس حبه ملح علشان خاطر يدي طعم للبصله كده، لما بتحط لها ملح بتبقى طعمها خطير. والحله التانية دي جبت معلقه سمنه
وجبت حبة زيت، ونزلت بكوباية ونص شعرية. طبعا انت حرة في كمية الكشري اللي انت هتعمليه. انا هنا كان عندي اخر حبة شعرية، رحت قلت يلا انا هعمل كوباية ونص، كل حاجة كوباية ونص، ما عدا الرز تقريبا عملته كوبايتين. طبعا مش لازم تعايري، في ناس بتعمل اكلها بالويم كده بالبركة، وطبعا دي احلى حاجة. بس انا هنا جبت المج دوت علشان خاطر انا بحبش اعمل كمية، يعني علشان خاطر ايه، يعني كشري بيتاكل كده في ساعتها عشان اعرف اعمل لاكل بكرة ان شاء الله. المهم وجبت كوباية مكرونة ونص برضو اهي، ماشي، وكله بيتقلب مع بعضه. اول ما الشعريه، معلش يا جماعه انا اسفه بس بيجيلي تليفون. بصوا، واول ما الشعريه على طول بتخش في اللون، بنزل على طول بكوبايه بكوبايه المكرونه بتاعتي، او كوبايه ونص، او زي ما انت عايزه، وتشوحي الاتنين مع بعض وهيندمجوا مع بعض وياخدوا نفس اللون ونفس ايه التحمير. بعد كده نزلت على طول بحبة العدس بتوعي. طبعا انا مش عاملة لنفسي مقدار، ده حبة بس عدس بالبركة كده اهو، وحبة رز ده منقوع. انا بحب انقع الرز كده عشان لما اجي اسويه بيبقى بيستوي معايا كده، وبيبقى مزبت كده وحلو معايا ومفرفر، وما ياخدش وقت برضو على النار. وشوحته كده، يا بصوا يا جماعه اهو اللون اهو، لسه هو لا اتحط له ميه ولا اي حاجه. نزلت بالشعريه وبعدين المكرونه وبعدين العدس وبعدين الرز، وهسوي كله مع بعض نفس تسويه الرز. فيها اي حاجه دي يا جماعه؟ مفيش اي حاجه. ونقلب ونقلب ونشقلب ونشقلب. ونزلت بالميه بتاعتي اهي اللي بعير بيها الرز عادي خالص، كاني بعمل شويه رز وبعير له الميه بتاعته اهي، مفيهاش اي حاجه. خلاص خلاص، هحط بس الملح، وقبل ما بحط الملح كمان بحط معاه حبة كمون، عشان انا معايا بتاع ده عدس بجبة، فبحب احط شعرة الكمون كده، بتدي ريحة حلوة قوي ايه للكشري. وكمان طلعت البصل المكرمل القمر دوت اللي متحمر وفي نفس الوقت مخرفش، بصوا يا جماعة وطعمه وريحة مش قادرة اقول لكم، كان قالب الشقة. حطيته طبعا وركنته على جنب عشان والبصل والرز هنا على النار اهو. بصوا بقى حبة البصل اللي في القعر الحلة دول بقى، مش قادرة اقول لكم يجننوا قد ايه. طبعا بصوا الرز اهو اتشرب، هوطي عليه النار واسيبه على مهله خالص، انا مش مستعجلة عليه. بصوا عامل ازاي، كل حاجة بحبايتها زي ما انتوا شايفين اهو، مش مخبية عليكم حاجة. المهم طبعا الحلة اللي كانت فيها البصل اللي كنت بحمره، كان فيها بقى حبة بصل. يا سلام بقى لما تنزلي بفص التوم عليهم وتحمري بقى كله مع بعضه كده، والريحة، لا لا بجد يا جماعة ريحة تجنن، مش قادرة اقول لكم. اول بس ما النار تشم التوم، لا ريحة تانية وتاخدك بسكة تانية. عارفين الروائح الحلوة اللي انتوا بتشموها عند بتوع الكشري دول وانتم رايحين وريقكم يجري عليها؟ بجد والله يا جماعة هي دي الريحة. بتنزلي بالتوم، وبعدين تروح نازلة بالكزبرة، وتشوحي برضو. بصوا لا لا لا، جميل 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 اهو. وبعدين تنزلي بالخل، يا سلام. لا لا، ولا الريحة يا جماعة، لا الريحة مش معقول تجنن. وتنزلي بقى بشفشق الطماطم بتاعك ده، اللي هو بقى ايه، محطوط فيه توم وقرن الفلفل، ويا سلام يا سلام. لا لا لا، مش قادرة اقولك على الجمال. ورحت نازلة بمعلقة صلصة كده، الطماطم الجاهزة دي اهي. معلش يا جماعة مش عارفة في ايه، كل ما اجي اسجل معاكم او اصور حد يتصل بيا، معلش انا اسفة والله حقكم عليا. المهم عملت كده الطماطم بتاعتي، نزلت بالفلفل الاسود وحطيت الملح زي ما انتوا شايفين كده، مفيش اي حاجة تانية بحطها. وبقلبهم كده ووطي عليهم النار، اغطي عليهم الغطا يعني، واسيبها مع نفسها. واول ما تغلي غلوة اروح موطيه عليها واسيبها بقى مع نفسها تسبك شوية. تعالوا بقى نعمل مع بعض دقة الكشري بقى زي بتاعة المحلات. جبت معلقة شطة وحبة زيت، وتعالوا بقى على النار نعملها مع بعض. بصوا اهو الكشري، بصوا هتلاقينا اتلسعت في الغطا. بصوا عملت الكشري هنا، بصوا غلي الصلصة بتاعته، غليت. هشيلها بس دلوقتي مؤقت لغاية ما اعمل الشطة، وبعدين ارجع احطها تاني.
المهم هنا عملت معاكم ادي الكشري، ادي الشطة، نزلت معلقة شطة على معلقة الزيت وبعدين حطيتهم على النار زي ما انتوا شايفين كده. بعملها واحدة 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 كده زي ما انتوا شايفين، بقلب بالراحة. طبعا انت هنا في الوقت ده تفضلي بقى تكحي بقى ما اقولكيش. ولو يا سلام بقى لو الشطة كمان حراقة كمان شوية كمان، دي كانت حراقة بس مش قوي. وقعدت اكح اكح لما خلاص قلبي وجعني من الكحة. المهم دي بقى الشطة اللي هي على النار الباردة السخنة. في بقى شطة باردة اللي هي بتعمليها بالمية كده وخلاص، بس دي احلى. المهم جبت بقى حبة المية بتوعي ورحت عاملاهم بقى كده وسبتهم ياخدوا غلوة كده، غلوة كده يعني خفيفة، مش غلوة يغلوا يعني والمية تقل، لا يا دوب تسخينة بس كده جامدة شوية وخلاص. اهو زي ما هتشوفوا دلوقتي في وقت كده ايه دقايق كده على النار. المهم قعدت اقلبها كده معاكم زي ما انتوا شايفين، وخلاص كده خلاص الدقة جاهزة معايا. شفتوا زي ما انتوا شايفين كده. احطها في الطبق واجهزها لحد الكشري ما يجهز معايا كله يبقى مرة واحدة. تعالوا بقى نعمل الدقة التانية اللي هي بالخل والثوم. الدقة دي بقى يا جماعة العيش هنا كان جوزي جه فكان داخل المطبخ يعني، فقلت له ايه مفيش مشكلة، كان بيحط لي حاجة في المطبخ فايه يعني عادي يا جماعة يعني بتحصل في احسن العائلات. المهم جبت تومية وحبة مية، حبة خل، حبة كزبرة، حبة كمون، والملح بتاعك زي ما انتي بتبقي عايزة. وقلبي قلبي بقى، ويا سلام لو فص ليمون كمان يا خرابي يا خرابي. لا 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 كان جميل 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 والله يا جماعة، مش عشان انا اللي عاملاه، اعملوه بنفس الطريقة دي وانتوا فعلا بجد هيعجبكم. انا عملته وبقيت ادوقه حاسة ان انا كنت بقى كأني باكل من بره، كان طعمه حلو قوي. وهنا جت احلى لحظة في الدنيا، شايفين منظره عامل ازاي اهو، ولا معجن ولا لازق في بعضه، بصوا مفرفر ازاي اهو اهو، ومدخن اهو لسه نازل من على النار. بصوا بوريكم يعني ان هو بصوا مش لازق بقى في الكبشة ولا الكلام ده، لا اهو اهو. هغرفه في الطبق اهو قدامكم، لا سحر ولا شعوذة، وفي حلة واحدة وكله بيستوي مع بعضه. طبعا بما اني نقع العدس فبياخد سوى الرز، فبيبقى بصوا زي المهلبية. وطبيعي ان انتي لما بتعملي عدس بجبة ما بتسووش على الاخر، بيبقى فيه تكة شوية، وده طبعا بيبقى مستوي بالظبط. وايه على رأي نور الشريف في لن عايش في جلباب ابي اما كان بيتكلم لفاطمة على الكشري. المهم كان حلو حلو قوي. بصوا بقى نزلت بقى بالطماطم بتاعتي، طماطم بتاعت الكشري بتبقى خفيفة ما بتبقاش تقيلة زي طماطم المكرونة، انتوا واخدين بالكم بيبقى خفيف كده. ويا سلام بصوا بقى يا جماعة بذمتكم ريقكم مجريش، لا ده انا اللي بتفرج على الفيديو وكلت الكشري والله وانا بصور ريقي جري معاكم دلوقتي. بصوا بقى طبعا عشان الطبق ده هيبقى عائلي هناكل منه كلنا دلوقتي، وبعد كده احط لهم في اطباق. بصوا بقى البصل، لا 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 بجد خطير. هحط بس ايه حطيت من الشطه معلقه صغيره كده عشان بعد كده بقى كل واحد احطه احط له في الطبق بتاعه على قد ما هو عايز. بس ادي كده الطبق. بصوا طبق الكشري. تعالوا بقى نشوف السرفيس ده لو هتروحي تاكليه بره هيقولك بكام. وده نظافه طبعا، والحاجه مغسوله والحاجه منقوعه والحاجه متظبطه والعدس متنقي والطماطم مغسوله ونضيفه. طبعا مش هتلاقي الكلام ده بره. حطيت برضو معلقه من الدقه بتاعتي. يا سلام يا سلام بجد خطير. بصوا المنظر، لا 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 لا، والبصل كده عليه، ويا سلام يا سلام بجد. يلا جربوا تعملوا حلة الكشري دي، ومستنية آرائكم ورأيكم في التعليقات، وأشوفكم في فيديو جديد. ويلا مع السلامة. اتفرجوا بقى على الفلفلة والجمال والحلاوة دي، وادعولي كده وانتوا بتاكلوا الكشري وتقولوا لي تسلم ايديكي. ماشي؟ اللي هيعمل الكشري بالطريقة الحلوة دي بجد هيدعيلي. بصوا بقى الشطة بتاعتي عاملة ازاي. يلا اشوفكم في فيديو جديد، يلا مع السلامة.